السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا نهار اليوم وصفة العدس، الوصفة المطلوبة مني بكثرة. بزاف 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 منكم طلبوا مني وصفة العدس، وكل واحدة واش كتبت لي. كاين اللي قالت لي نجربها بكل الطرق وما يجينيش بنين ويجيني صامت، كاين اللي قالت لي ما يطيبش يجي قاصح. كل واحدة وكيفاش قالت لي. اليوم جبت لكم الطريقة هذه تاعي، جربوها البنات واعتمدوها. على بالي بلي ما غاديش كاع تبدلوا الوصفة، انا هاد الوصفة كاع ما نبدلهاش، يعني من زمان نديرها لولادي وتجي بنينه بزاف وكي شغل شوربه العدس. وبلا ما نطول عليكم فوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. انا جبت كاس تاع العدس. البنات كي تجوا تشرو العدس من الافضل شرو هذا رقيق، ما تشروش هذاك اللي حبته كبيره، هذا هو البنين. شوفوا لا راكم تشوفوا هنايا كاين واحد الحبيبات تاع العدس، هذاك الاحمر مخلط لي معاه. معليش زعما لو كان يكون عندكم خلطوا هكا شويه، غير واحد المغرف هكاك. شوفوا هنايا انا درت كاس ونص نتاع العدس، رحت غسلته مليح، غسلوه حتى 4 خطرات 5. المهم عمروه بالماء وصفيوه مليح، غسلوه غايه من هذاك التراب. وقبل ما تغسلوه نقوه من الحجر، هذه حاجه باينه. هنا جبت حبه بصل، شوفوا البنات خليت لها هذاك التحتاني هذا باش ما تنحلناش كاع، والفوق هكا كي شغل شرطتها هكا على شكل زائد. وحبه طوماطيش قسمتها في النص، حبه زروديه كيف قسمتها في النص، 2 سنين ثوم كبار. هادو هما الخضر تاعي. ودروك نجي نمرقه بالبارد. شوفوا هنايا كل شيء بارد في بارد، ما نقليو ما والو، ويجي واحد العدس بنين بزاف. انايا درت كميه تاع الماء، ما عمرتش كاع الكوكوط. هاد الكوكوط صرفت 5 لتر، ما عمرتهاش كاع كيما راكم تشوفوا فوق النص شويه. وهنا بالنسبه للزيت درت 4 مغارف زيت، مغارف كبار كيما راكم تشوفوا. كيما هكا نخلط وندير لي زيبيس والملح عاده، وندير كل شيء فوق النار. هنايا مغرف صغيره تاع الملح، فلفل الكحل ما تكثروش بزاف باش المرقه تاعكم ما تجيش لونها كحل. سنكير جبير البنات، سنكير جبير يتمشى بزاف مع العدس. مغرف صغيره فلفل الاحمر، وتاني على راس المغرف فلفل الاحمر الحار اللي يبغي الحار، وزعفران اللي ما يطيبش بزعفران يدير الكركم على جال هذاك اللون الشباب. شوفوا البنات، تاني العدس معروف بالكمون، بصح ما نديروهش دروك، وكان ديروا الكمون في الاول يعطيكم مروره العدس نتاعكم. هنايا درت مغرف كبيره تاع الطوماطيش ما معمرش مليح كيما شفتوا، وندي كل شيء فوق الغاز. انايا نستنى المرق تاعي هكا يغلى عاد باش نبلع الكوكوط. درت 2 وريقات تاع الرند صغار، ومداري ندير ربطه تاع الكرافس هكا نربطها. شوفوا البنات الكرافس في العدس يعطيه واحد البنه تهبل. انا اليوم ما كاش عندي الكرافس ما درتهاش، بصح الا كان متواجد عندكم جربوا الكرافس في العدس وتشوفوا يعطيه واحد البنه كاع شابه بزاف. هنايا بلعت الكوكوط نتاعي مليح وخليتها صفرت واحد 40 دقيقه هكاك على نار متوسطه، ما تجهدولهاش باش ما يلصق لكمش من تحت وينشف. هنايا بعد ما حليناه حليته راه طايب، وحليته هو عاد فيه المرق كيما تشوفوا راه عاد ما تجمرش. مالا نقلع كاع هذيك الخضره هكا نصفيها باش نطحنها ونعاود نردها. انايا صفيتها في هذا الغرف تاع الحديد، ما بغيتش نديرها في هذاك الغرف تاع الميكسر خاطر هو بلاستيك، وكما تعرفوا حاجه حاميه في البلاستيك ماشي مليحه. درتها في هذا تاع اينوكس. صفي كاع هذاك البصل هذيك الطوماطيش هذاك الرند نقلعوه نقيسوه، والخضره كاع نطحنوها. ونزيد نقص شويه من المرق ودرت فيه باش هكا يطحن غايه في الميكسر، ونطحن كل شيء غايه. كما قلت لكم البنات من الافضل العدس كي تحلوه يكون عاد باقي فيه المارق، يعني ما يكونش نشف لكم، حلوه قبل ما ينشف. تسمى في الاول عرفوا ديروا كميه الماء، ما ديروش كميه الماء ناقصه باش هكا هنا ما نزيدوش كاع الماء، ما نصمتوه ما والو. بصح الا شفتوا زعما نشف لكم بزاف تقدوا في هاد الخضره زيدي شويه ماء حامي باش ترحيها. انا ما زدت والو، زدت غير من المرق تاع العدس زدته في هذيك الخضره. طحنت الخضره ورجعتها لهداك العدس ونرجعوه فوق الغاز يتجمر كما نقولوا هكا يتجمر. هنايا زدت له مغرف صغيره تاع الكمون، ما بانتش ما قبضتهاليش الكاميرا. المهم الكمون في التالي كاع وخلطت. شوفوا كيفاش جا مجمر، ما جاش ناشف وما جاش جاري، وهذوك الحبات طايبين غايه. المهم جا ما شاء الله. هذا هو العدس اللي يديروه في المطاعم الشعبيه. وتاني هذه الطريقه تصلح بزاف للدراري. كما تعرفوا ولادنا ما يبغوش ياكلوا الخضر، بعد انا نهضر على ولادي كما هكا يعرفوا الخضر ما يبغوش ياكلوا الزروديه مع في العدس. لو كان يشوفوا فيها غير شويه بصل يحطوا المغرف ما يبغوش يكملوا.
المهم للدراري غادي تشمتوهم، ديروا فيه الخضر، طوماط، هشله، بصل وزروديه، كلشي يرتاحا ياكلوه بلا ما يفيقوا، يحسبوك كاع ما درتيش فيه هاد الصوالح. انايا في التقديم درت رشه تاع المعدنوس من الفوق وشوفوا كيفاش جا. انا دوك نزيد معاه شويه زيت الزيتون. البنات زيت الزيتون مع العدس يجي بنين بزاف، يعني اختياري، ما نديرش انا في الكوكوط. في الغرفيه اللي يبغي ياكل زيت الزيتون في العدس يدير غير في غرفيته، ما نديرش كاع في الكوكوط. وكما نعرفوا العدس يتمشى مع البيض مغلي ومع الحار. غليت لهم البيض باش تكون هكا وجبه متكامله. كما نعرفوا العدس فيه بزاف فيتامينات وفيه الحديد، ولا طيبتوه بهذه الطريقه بالخضر وزدتو غليتو معاه البيض، عرفوا بلي راها وجبه متكامله لولادكم. وكما راكم تشوفوا البنات، شوفوا اللون تاع العدس كي جا شباب، يعني كي ديري مع هذيك المغرف كبيره تاع العدس الاحمر غادي تعطي فرق، يجي اللون نتاعه شباب. وتاني طيبوه بهذه الطريقه يجي بزاف بنين، واللون نتاعه ماشي هذاك العدس الكحال وكاع كيما شفتوا، بلا ما نغليه بلا ما نبيته في الماء. كاين بزاف لي العدس تاعهم يرطبوه في الماء كيما نرطبوا اللوبيا وكاع. انا هاد الطريقه كاع ما نديرهاش. المهم تبعوا الطريقه وان شاء الله غادي تنجحوا فيها، ونوعدكم بلي هاد الوصفه ما غاديش تبدلوها، مام ولادكم غادي يبغوها. وهذه يا غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم البنات، فضلا وليس امرا. ما تنساوليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم، معليش حتى لما قديتيش تكتبي ديري غير ايموجي، المهم هكا باش تطلعوا لي الفيديو. كما راكم تشوفوا راني نلبي كاع طلباتكم اللي طلبتوها مني، راني نلبيها، واللي طلبوا مني ومازال ما لبيتش نقول لكم خواتاتي غير صبروا عليا، راهم طلبات بزاف، دوك كاع عندي لكم الوصفات اللي راكم باغينها. والى فيديو لاحق، سلام.